قصتنا بدأت سنة 1281. أشجع مقاتلي الساموراي نزلوا البحر بقلب جامد علشان يوقفوا في وش الجيش المغولي اللي جاي ياخد بلادهم. لكن القدر كان ليه رأي تاني. إعصار التسونامي مرعب دمر. ريكو فاق، قام لقى في رجليه خشبة كبيرة جدا. هنا شد الحبل عشان خاطر يشد نفسه لفوق، وهو بيشد نفسه من الوجع لقى طفل مرمي ميت. قام جري الطفل وكأن مفيش أي حاجة حصلت. سد السيف بتاعه لقاه مكسور، كان فيه الخشبة وكانت وجعاه جدا وهو كان بيعافر. طلع الخشبة وقام ومشي، وهنا ملقاش مية. دخل كهف عشان يستريح، لقى الطفل تاني اهو، وراح قام جري الولد، قام جري وراه ولقى اتنين بيلعبوا مع بعض كأنهم ولاده. وهنا كان ماشي من الغابة وكان مش متخيل الوجع. تخيل مراته وهي مرمية على البحر. راح لها بسرعة وقعد يكتم الوجع بتاعه. هنا فاق ملقاش نفسه في حاجة، لقى جبل عالي. هنا قرر ان هو يطلع عليه. هنا عدى ولما الحاجة بتاعته والخشب شايله على كتافه، وهو ماشي اهو واقف. هنا عمال بيسن السيف بتاعه، كان زعلان عليه جدا. السيف بتاعه دخل الكهف وولع نار. وهنا كان قاعد بيرتب في حاجته علشان خاطر يطلع يبني الخيمة بتاعته. هنا كان بيشفي الجرح بتاعه، لقى الجبل عالي جدا. قرر ان هو يطلع عليه وهو تعبان. هنا ابتدى يوظف فيه ويعمل له الباب، وكان مش متخيل ان هو هيرجع من اول وجديد تاني، يرجع لنفسه وحياته. وكان زعلان جدا على السيف بتاعه. هنا وهو مغمض عينيه لقى حاجة جت في دماغه، وكل اللي بناه اتهد. هنا فاق لقى واحد لابس قناع وكلهم ميتين. هنا الراجل شال القناع من على دماغه، وهنا بصص في عينيه بشراسة وكأني مش خايف منه. ولقى واحد تخين مقطوع رجله. وهنا دي كانت الضحية بتاعتهم، ريكو. هنا ابتدى يمشي، وهنا قال له هتشرب. هنا كان بيحاول يدوله جروحه عشان ما يموتش بسرعة. هنا كانوا بيقطعوا في رجل الراجل التاني، دول أكلي لحوم البشر. كانوا مرعوبين جدا وشكلهم مخوف. هنا كان في واحد سمين كانوا بيموتوه. وهنا أشكال تانية عمالة تبص عليه وغريبة ولابسين أقنعة شكلهم غريب جدا وبيشربوا دم البني آدمين وكانوا بيقتلوا فيهم. وهنا الراجل كان بيصوت من الألم. هنا ريكو كان ماسك نفسه. هنا اداله الراجل الدم، راح شرب منه. واللي تخيل عياله هما بيقولوا له عايزين 50 راس. راح نادى عليهم، قال لهم رؤوسكم دي اللي فوق كتافكم تبعي أنا. كان بيتكلم بقلب جامد. هنا كان محارب شاطر جدا، قعد يضربهم واحد ورا التاني ويموت فيهم بعزم ما فيه، وخد السيف بتاعهم عشان خاطر يكمل. هنا قال له ما تسيبنيش. الراجل التخين كان خايف جدا. هنا سمع صوت تاني ناحية الكهف، مشي يدور، لقى شموع ونور تاني، ولقى قبيلة تانية كتير أكتر كانوا عاملين يرقصوا ويحتفلوا. كان الراجل بيدي القناع لابنه. هنا واحد لمحه وكان بيبص عليه. هنا كان دي الضحية بتاعتهم وجابوه، قعدوا يشدوا فيه. هنا لبسوا الأقنعة بتاعتهم. هنا ريكو قال له أنا مش هسيبك، وراح الراجل شافه. وهنا اهو ريكو وهو جاي عليهم. هنا القبيلة طلعت لبره عشان تدور على ريكو.
وتشوفوا. بس ريكو طبعا مش هيقع بالساهل. هنا دخلوا الغابة، حبة في الغابة وحبة بره. هنا ريكو اهو هياخدهم واحد ورا التاني بطريقة حلوة جدا. هنا كان بيقتل فيهم، ما كانش خايف منهم. هنا التانيين كانوا عمالين يدوروا عليه وكانوا خايفين منه جدا، لان هو محارب مش سهل جدا اهو. هنا ياخدهم واحد، هنا اداله السهم في بطنه والتاني في عينه، وقعوا واحد ورا التاني اهو. هو كان واقف وده كان شايفه، راح اداله في عينه بالظبط احسن. هنا جريوا وخد التالت معاهم، هم بيجروا. هنا قالوا احنا مش هنستسلم. راح لزعيمهم الاكبر اللي هو الساحر. هنا كان واقف عمال بيحارب فيهم اهو، وما كانش سايبهم، قعد يكسر فيهم. ده الساحر وقال ده قوته مش طبيعية، ورجع لورا تاني. هنا ريكو جري، بعتوا الاسترحال وقالوا له انت اللي هتموته. هنا اهو راح لقى ماسك السيف الساموراي ووقف تاني على رجله، وده زعيم القبيلة بتاعهم. هنا قال انا مش خايف منكم. هنا مسك السيف وابتدى. هنا الراجل قلع القناع بتاعه اهو. هنا يموت فيهم واحد ورا التاني. مم. كلهم جريوا عليه، قعدوا يحدفوا لحد ما السيف وقع منهم. مهم. واحد ايديه واحد رجليه. وهنا طبعا ما كانش سايب حد فيهم، دخل عليهم كلهم. هو كان عايز يموت اساسا زعيم القبيلة. هنا واحد جري على رجله وايديه وراح مموته. هنا مسك السيف بتاعه، واحد تاني جاي من وراه وراح ضربه، راح هو وقع على رجله. هنا جرجره اهو. هنا عايزين ينزلوا عليه، هنا ما كانش مديله فرصة وراح موته في الآخر زعيم القبيلة. فاق تاني ريكو، واحد جه ضربه تاني وشده من رجله، كسر له رجله. ما كانش خايف منهم خالص، زي ما قلنا كان محارب شاطر جدا. هنا اهو ريكو قام، وهنا كانوا واقفين. هنا بيقول له انت اللي هتموته، والتاني برضو مش عايز يتحرك. ابتدى يروح له الساحر. ريكو برضو مش مستسلم، قال له الدور عليك انت. هنا زعيم القبيلة اهو، قال له تعالى. هنا راح ساب السيف بتاعه. هنا واحد كان خبطه. هما الاتنين هيبتدوا يتخانقوا مع بعض، ما سابهوش، كان عمال يضربه اهو. مسك السيف بتاعه تاني، معرفش يضربه اهو. هنا مكمل برضو، راح ضربه في وشه. هنا هيموته بس هنشوف طبعا. هنا تخيل مراته وهي بترقص، فراح طبعا رجعت له قوته تاني. هو لما بيفتكر عياله ومراته ترجع له قوته تاني، وقام طبعا وهيموته اهو زعيم القبيلة، ودخل السيف في دماغه. وبكده تخلص فيلمنا. يا رب يكون عجبكم، استنونا في فيديو جديد. سلام.